طبعا مشاهدينا مثل ما سمعتوا هذه الأنغام، ونسم علينا الهوى، والآن هو منسم علينا بهذه الموسيقى وبهذه الأنغام الجميلة لفيروز، وبأنامل الشباب العازف عازف الكمان اللي هو مهند، نقول له صباح الخير عليك. صباح النور عليكم. وأيضا عازف الجيتار باسل، صباح الخير عليك. صباح الخير عليك عيون. بسام. بسام اليوم انت منورنا انت ومهند. شكرا جزيلا. وهذا العزف الجميل اللي بدينا به، لكن خلينا نعرف اول شيء انتم لقائكم او هاي جمعتكم قديمه لو قريبه؟ والله جمعتنا تقريبا صار تقريبا 3 اشهر 4 اشهر. اي نعم. والتقينا بمهرجان موهبة الافضل، وبدينا من وراها نتواصل نعم نعزف طيب. لكن كانت اللقاءات قليله، الحمد لله هسه كثرت من كان عندنا عازف ومغني، بدات تكثر اللقاءات ويا مع بعض. حلو. نعم. خلينا نبدي ويا مهند. مهند، شلون كانت بداياتك بعزف الكمان؟ انت من عائله فنيه. صحيح. واهلك يعني كثير عازفين عندهم. صح. فشلون كانت بداياتك؟ شلون دخلت بالموسيقى؟ بداياتي انا كنت صغير اشوف ابويا يعزف. منو ابوك حتى الناس تعرف؟ ابويا مصطفى حسيب، عازف الفرقه السيمفونيه. تحيه كبيره الله يخليك حبيبي. فقلت لك يعني بعمر 14 سنه 15 سنه بدا ابوي يدرسني، والحمد لله. ويعني الاجواء كانت بالبيت مشجعيني على هذا الشيء. فالحمد لله ابويا ساعدني، ودخلت يعني مدرس اختصاص كمل بعد ابويا. فالحمد لله يعني هم تمرنت، وبعدين انا شقيت طريقي بنفسي، وحاليا انا هم طالب علوم سياسيه جامعه بغداد. وهذا الموضوع انا جاي اريد اساله البسام، انت طالب علوم سياسيه ايضا؟ اي نعم، تخرجت هالسنه. حلو. انت شلون تعلمت الجيتار وانت بعيد عن لا دراسه ولا يعني شيء قريب عليك من الجيتار؟ انا كنت لاعب كره قدم، حدثت اصابه بظهري، فهذا الشيء خلاني يعني اشغل الفراغ مالتي. يعني اليوم لاعب كره قدم، طيب ماكو شيء، ما اقدر العب كره قدم، ما اقدر اركض. حلو. زين شنو اللي يسد الفراغ؟ اذا ماكو غير اتعلم الموسيقى او شيء يشغلني عن هذا الشيء اللي انت تحبها، الموسيقى مسبقا. بالضبط. انا احب الجيتار، كنت من بدايه من انا صغير احب الجيتار. لذلك بديت اعزف، بديت اتطور، وانا ما تعلمت عن طريق استاذ ولا اي شيء. انا تعلمت عن طريق الانترنت. حلو. اي نعم. شلون هذا؟ اريد اعطي فرصه للشباب يعني حتى يتعلمون. شلون الشاب اليوم اللي ما يقدر يروح الاستاذ او ما عنده فرصه او ما عنده مجال، نعم، او ما عنده الماده اللي يقدر يخلي بها استاذ، شلون يقدر يتعلم؟ اليوم مثلا انت اليوم تتعلم جيتار، تدخل على الانترنت تتعلم الكورد، تتعلم الكروماتيك والى اخره. اكو مدرسين، اكو اساتذه، اكو دروس يعني؟ اكو اساتذه، اكو مدرسين، لكن يكتب اول شيء تعليم الجيتار، راح يطلع له بس يكتب تعليم الجيتار على اليوتيوب. نعم. راح يطلع له القنوات، راح يشوف اللي عجبه واللي يفتهم عليه، كل استاذ يشرح بطريقته الخاصه. انا شخصيا ارتحيت اكثر شيء على الاساتذه الاسبان. كانت مالتهم صح، انا عانيت باللغه، لكن يعني كانت تدريسهم كلش رائع. نعم. تعلمت من عندهم؟ تعلمت هواي من عندهم. حلو. والتقيت باصدقائي العازفين، هم اعطوني بعض النصائح وشيء وتلتزم بها. لكن اهم شيء التمرين، تتعلم الجيتار لازم تمرين ما يقل عن 4 ساعات. جميل. مهند، العزف بالنسبه لك شنو اقرب انواع العزف بالنسبه لك؟ الغربي، الشرقي، شنو؟ هن كلن حلوات، اذا كان غربي واذا كان شرقي، بس انا افضل يعني الكلاسيك ميوزك. نعم. افضل. بس الشرقي هم حلو. هو لان والدك يعني بالسيمفونيه؟ اي لان هو انا يعني تربيت على الموسيقى الكلاسيكيه. هذا يعني اللي يخليك انه شويه. اي نعم. فحبيت الموسيقى الكلاسيكيه يعني. شفتها يعني انا شيء تربيت عليه. بس كذلك الموسيقى الشرقيه هم حلوه يعني كلش تعجبني. يعني فشي البغداديات، العراقي. اي اكيد هم نسمع شيء عراقي ان شاء الله. ليش لا؟ فوق النخاع.
جميل. طبعا تسلمون على هذا العزف الجميل، شكراً. والدخول كان شويه موفق بالنسبه لكم وشيء جديد يعني. بالضبط نعم. شلون يعني المقطوعات الموسيقيه شلون تتدربون عليها انتم سوا؟ تعتمد على اذانك، لازم تكون اذانك موسيقيه طبعا بعد ما تعرف الكوردات والنوتات الموسيقيه. نعم. تعتمد على اذنك. يعني مثلا اليوم مثلا عندنا المقامات الشرقيه، كرد السول والنهاوند والشيء. طبعا ملاحظه الجيتار عليه بس 4 مقامات تطلع شرقيه، اللي هو اول شيء الكرد. نعم. والعجم. نعم. والنهاوند والحجاز. نعم. بقيه صعب جدا تطلع او ما اصلا بيه تشريق. نعم. لماذا؟ لانه ربع تون، احنا ما نعم. عندنا بالجيتار ربع تون. بالضبط. هذا ما يخلي يعيقك ببعض المقطوعات؟ طبعا اكيد يعيقني بعض المقطوعات، ويا اكو مغنيين انا ما اقدر ادخل وياهم، لكن احاول القي هيك كورد منه اسوي. نعم. مجرد انه دخول بسيط. بالضبط دخول بسيط. مهند، دخلت انت الاستوديوهات، سجلت في استوديوهات؟ اي سجلت ايضا بعض الاعمال يعني مع بعض الاصدقاء. الحمد لله كانت موفقه. موفقه الحمد لله. شلون يتميز عازف الكمان؟ عازف الكمان يتميز اول شيء لازم بدراسته، لازم مثلا يكون استاذ مدرس زين يلتزمه يدرسه دراسه صحيحه. هاي اول نقطه. النقطه الثانيه، هاي الاله الموسيقيه لازم واحد يحبها. يعني مو مثلا انت تجبره تعال تعلم، لا لازم هو انت يحب تحبها؟ هاي الاله طبعا، لان فد شيء هاي جزء من عندك. اي جزء يعني جزء من روحي. يعني هو اهم شيء اللي يريد يتعلم اله موسيقيه لازم يكون حابها هاويها. حلو. ويحتاج لها انت ايضا. قد تتمرن باليوم؟ اني اتمرن تقريبا بما يقارب 4 ساعات يوميا. قبل كنت اكثر، بس هسه شويه ظروف الدراسه قلت، فلازم العازف يحتاج يوميا تمرين، يعني اقل شيء 4 ساعات يوميا. حلو. وش قد يسمع لازم؟ وايضا يسمع بكثره، يعني مثلا يتمرن مثلا لحد المغرب مثلا، او مثلا بالليل 10 11 12 مثلا، اذا عجبه يقعد يسمع، لان السمع هم مهم مثل التمرين. حلو. حلو. طيب احنا اكثر الاشياء اللي تسمعها اغاني لو مقطوعات موسيقيه؟ والله حاليا كنت اسمع بس موسيقى. بعدين قاموا يحرجوني بالاغاني، انت ما تسمع اغاني. ومرات مثلا يقولوا لي اغنيه الفلانيه، اقول ماني ما اعرفها. فبديت اسمع اغاني، بس الحمد لله بالفتره الاخيره الحمد لله. وبسام، والله انا هم نفس الشيء. تسمع اغاني لو اسمع اغاني، واهم كنت مثل مهند اسمع اول شيء معزوفات اخير شيء هم قمت انحرج. يعني مثلا مغني يجي يقول لي مثلا هاي الاغنيه، اقول له ما اعرفها، لذلك فقدرت انه اطور نفسي اعزف ويا كل الاغاني اعزفها. انا اريد هسه عزف منفرد لك، اريد شيء تركي حتى اسالك بعدين على الموسيقى التركيه. عاشت ايدك، عاشت ايدك. العزف جدا جميل، واكو اناقه بالعزف. اشكرك. طبعا بسام، الجيتار اكو مقطوعات، انتم اكثر شيء تاثرون بالاسبان مو صحيح؟ بالضبط اسباني. عندك مقطوعات معينه تعزفها وحدك؟ واحده عندي معزوفات مثل تورمانتا. حلو، خليني اسمع معزوفات تورمانتا.
الله الله. عزف جميل، وبصراحه انا ما متوقع راح تعزف بهالطريقه. اي والله بس فاجاتني يعني بهذا العزف. جزيلا. ايش قد تتمرن انت؟ مثل والله كمان هم شي ساعات طويله؟ اي ساعات طويله. يعني انا ما صار لي فتره طويله جدا كل ما خابره يقول لي اسمع يدندن بالجيتار. اي حلو، هو حبك للعزف هو ينطيك اكثر يعني. انا ما صار لي 3 سنوات اعزف. ف فترة طويلة يعني لازم تتعلم انه ما احتكيت بعازفين مثلا؟ اي طبعا، خاصة المحترفين يعني. محترفين اي يعني عندي عازف، عندي ولد كان عندنا ويانا يعزف اسمه حسين لطيف. هسه هو بروسيا، تحياتي له. تحياتنا يعني. نعم، كان يعني من عازف قوي وعزفت وياه، هو فرقة تي ام بي. وعندي عازف وياي هو اي اللي هو اي مختصر طبعا، هو عبد الغفار عامر. نعم. هم كنت اعزف وياه في بداياتي، هو يعني بدينا انا وياه سويا بالمرحله الثانيه كليه، هو بنفس الكليه مالتي. فبدينا اثنيناتنا طبعا حبينا الجيتار، لكن هو توجهاته كانت غربيه وانا اسبانيه شرقيه. نعم. فهو انضم الى حسين وسووا فرقه باند لهم، واني انا هسه حاليا يعني عده فرق احنا نعزف هسه حاليا ويا اثير. هو هذا اهم سؤال يعني المهند. اليوم تشوف الشباب اكو جروبات يعني، هم مو بس فرق، اكو جروبات يجتمعون يسوون فد معزوفات جديده، يدخلون الشرقي والغربي. هذا شنو رايك بيها؟ اول شيء اقول لك انا اشتغلت مع فرقه يعني مع عدد من المجموعات. كنت بالاوركسترا السيمفونيه للشباب. حلو. واشتغلت مع فرقه اوتار بغداد ومع فرقه سولو بغداد، ويعني كنا مثلا عازفين او 3 أو 2 همين نسوي مهرجانات. شاركت بعده مهرجانات. بالضبط. هذه تفيد العازف، تنطيه اكثر؟ اي طبعا تفيده، وهذا يعني هاي التجمعات وهاي يعني شيء حلو. يعني خصوصا اذا مثلا كان مزج بين مثلا آلتين، مثلا جيتار او كمان. يعني شيء يطلع شيء كلش حلو. منو اقرب الالات تحب انه تصاحبك بالعزف؟ بيانو يعني اني حاليا هم دا اتعلم بيانو بالبيت. اي لان عندي بيانو بالبيت فاتعلم كلش احبه. حلو. بالضبط. صعب؟ اذا واحد يحبه ما يحسه صعب. يعني صرفت شيء بسيط عليه. حلو. تسمع عمرو دياب؟ عمرو دياب اي ليش لا؟ خلينا نسمع شيء عمرو دياب. يلا نسمع شيء عمرو دياب. ماشي. الله نقلتونا شوي الاجواء عمرو. انت ترتاح لعمرو دياب لان الميوزك هذا شوي قريب عليك. بالضبط. مو صحيح؟ كل تقريبا اكثر معزوفات عمرو دياب يعني اغاني عمرو دياب هي بالجيتار. اريد شيء واحده لعمرو وحدك؟ العمر دياب وحده لازم واحد عازف جيتار. يلا يعني عمود انس السولو. اوكي احنا محضرين غير اشياء بعد اكيد. لكن عندي سؤال لك بسام. انت يعني تقول تركت الرياضه. نعم. وحولت الى الموسيقى غنتك عن الرياضه؟ بصراحه ايه. عوضت هوايه. يعني انا عندي شوف حب الرياضه كان كلش. يعني تخيل احنا نلعب 3 مرات طول اليوم. يعني الصبح كنا هسه ما تقدر؟ هسه ما اقدر، لا اقدر اركض ولا يعني اقدر امارس اي رياضه. اي نعم. انا سويت عمليه بظهري. اي ان شاء الله يا رب الصحه والعافيه. شكرا جزيلا يعني. حضرتك. بس الحمد لله قدرت تعوض بالجيتار. بالضبط قدرت. قلت لك انا عندي كان فراغ اثناء الدراسه نوعا ما كنت يعني قلت لك اتمرن بس مو التمرين اللي يعني 4 ساعات انا اشوفه مثل ما قال صديقي مهند انه قليله. نعم. اي بس اليوم صار عندي فراغ. انا خريج كليه علوم سياسيه وقاعد في البيت، تعرف التحينات والظروف اللي نعيش بها. فقمت انتج اكثر للجيتار فقام يسد الفراغ اللي انا احس به. حلو. نعم. شو وقت تشعر انه انت بحاجه الى ان تعزف؟ اكو وقت معين؟
طبعا يعني اكيد هو يمن انا اليوم اختنق او شيء فهذا الصديق اللي الجا له. حلو. تحب العزف دائما داخل البيت او بمكان معين او متنزه؟ شنو اللي يعني افضل لك مثلا؟ حاليا احب العزف يا مهند. يجيني للبيت يوميا. انتم دائما تلتقون؟ اي نعم. يجيني للبيت لان بيتهم قريب علينا. فانا اضوج يعني ارجع لي كل ما اقدر الف شويه اخابره اقول له بسام تعال للبيت خل ضوجه تعال يمي. حلو. فنقعد نقضيها نتمرن بالبيت نعزف. حلو. منو اللي يقود التمرين؟ ما يعني اثنيناتنا. هو مثلا يجيب لي قطعه يقول لي مثلا خلينا نعزف هذه القطعه حلوه. حلو. انا اقول له مثلا هم اجيب له اقول له هاي شفت هاي القطعه كلش حلوه خلينا نتمرن عليها. زين خلينا نسمع شيء غربي. احنا ما سمعنا لحد الان. ماشي. اوكي المكان. ماشي. جميل جميل هذا العزف. انت دائما تاخذ راحتك احس بيك بالميوزك الغربي. اي كلش لان فشي يعني انا احبه يعني. شنو اللي يميز شنو الفرق بين الشرقي والغربي؟ اي نعم. اول شيء روحيه الشرقي تختلف عن روحيه الغربي. وكذلك يعني بيها الشرقي بربع تون. اي نعم. يعني في اكو بعض المقامات مثل البيات صح الريس السيقاه بيها. بس احنا اليوم ما نقدر نتقرب لهم، احنا راح نحصر نفسنا بالعجم. اي بالضبط. العجم راح الختام يكون عجم. يمين ماشي. طالعه من بيت ابوها. طالعه من البيت ابوها. حلو. قبل ما تعزفون حتى اترككم انتم والكاميرا نقول للمشاهدين ان شاء الله عجبكم الختام، ختام الحلقه لهذا اليوم وختام الحلقه الاسبوعيه. ان شاء الله نلتقيكم يوم السبت على امل ان شاء الله نلتقيكم يوم السبت مثل ما عودناكم في كل سبت وكل الايام. شكرا جزيلا لكل من ساهم بالحلقه لهذا اليوم وشكرا لزميلاتي المقدمات، وان شاء الله تستمتعون بالوقت مع العازفين مهند وبسام ونترك لكم جو.